وهذا الكلام اللي قاله الريفي انا مؤمن فيه 100% وايده، واعتقد انهم ظلموا هذول النجوم اللي هو ماجد هذا. لما تجي تقارن سامي بماجد ما يصير، يعني هذا كلام ما يصلح. مين يقارن واحد لاعب عالمي مثل ماجد بسامي؟ مع احترامنا لسامي والهلالي، سامي يعني كويس ولعب بس ما هو ماجد شيء مهم. دافع هذا الكلام استاذ داود، دافع هذا الكلام في الجزئيه الاخيره، هو ردة فعل على حديث سامي الجابر في برنامج هلا، هو اللي دفعك تقول انه لا يقارن، ولا هذه وجهه نظرك قبل وبعد؟ لا، وجهة نظري انا مستضيف ماجد في الاذاعه لاني مؤمن انه نجم البلد، بس لان الاعلام الهلالي اللي مسويه طغيان اللي يقول عنه استعمار الريفي ضيع. وهو يشكو، هو كان ماجد يشتكي من الطغيان الهلالي في الاعلام. هذا المفروض يعني الرياضه جرى تشويه انديه ولاعبين لانه في طغيان هلالي. يا رجل احنا في اجتماع يا داود مع الملك فهد الله يرحمه، كان يقول معكم افضل لاعب في العالم اللي هو ماجد عبد الله، كلنا قدام اللعيبه كلهم. ايه. الملك فهد الله يرحمه كان يقول ذا الكلام. بس ثاني يوم ما يكتبونه المعاقل المعروفه. وين يكتبونه يا ابن الحلال؟ وين والله ما تشوف شيء. إيه؟ والله يا انظلمنا وسوى، بس ما طلعنا لعيبه ولا طلعنا صح الا من هالاشياء. نجي بكره نقول نوريك في ذا الصحفيين. طيب استاذ داود، انا اعتقد انهم ذول النجوم ظلموا بسبب طغيان الاعلام الهلالي، والاعلام الهلالي ما كان اعلام، كان احزاب. طيب في شيء ثاني تحب تضيفه استاذ داود؟ بس هذا اللي بقوله. استاذ داود الشريان، مقدم برنامج الثامنة في قناة MBC، في حق الرد، شكرا.